اخذ الهبر مع العظم، وهنا ملح، وهنا كزبرة توني طحنتها، وهنا بهاري المميز، وهنا الفلفل الاسود، وهذه حبات الثوم وبصل وفلفل وعود قرفة. بعد ما لقطنا الاوراق اللي ما هي زينه تفتحين تجيبين قدر مقاسه حجمه كبير، طبعا هذا بس كيس واحد، في صفايه احطها وارجع من جديد. متى اعرف ان الملوخيه انضفت؟ اذا المويه والقاعده من تحت صافيه مره، معناتها الملوخيه انضفت. ضروري التنظيف بالطريقه هذه، معناتها الملوخيه توها ما انضفت. الان بكب المويه وارجع اغسل الملوخيه مره ثانيه. بعد ما نظفناها وجففناها، الآن عندك محضرة الطعام مقاس. حاولوا تفتحونها، وإذا شفتوا الطحن هذا تقومون تحاولون تدخلون الورق. هذه الملوخية خلصت، شوفوا 3 حزم ما شاء الله، يمكن يجي لها 8 وجبات أو 10 وجبات. اللحم وهي صادقة يمكن يجي لها 8 وجبات أو 10 وجبات. أنا أحب الملوخية باللحم، سبحان الله عودتنا أمي أن الملوخية ألذ باللحم وهي صادقة الله يرحمها. وممكن تصلحون بصدور دجاج اللي يحب الصدور. عندي هنا من بهاراتي بس البهارات المميزة هي اللي بحطها، لأن فيها كزبرة وفيها كمون. حلوة تصير، تشوفون كذا تحطون كمية مو كثيرة. أنا بنتظر تستوي. عندي الكزبرة ملعقة كبيرة، وهنا زيت زيتون، وعندي كم فص ثوم يمكن حوالي 6. كل ما صار الثوم كثير كل ما صار أفضل. استوت اللحمة وشلت حبة البصل، وشوفوا المرق ما هو كثير لأن أصلا ملوخيتي ما هي كثيرة. أبي أضيفها وأشوف إذا تحتاج الموية أبي أزيد موية. تحطينها على اللحمة وتحاولين تحركين بهدوء، لا تخلطين بقوة عشان ما يصير الملوخية رغوة من فوق. طبعا الملوخية مميزة، ملوخية جيزان يعني من أفضل أنواع الملوخية اللي ذقتها. قبل يتحمر الثوم تحطين الكزبرة وخلوها شوي على نار هادية لين تحسون انه بعد قبل ما يتحمر الثوم وقبل يعني يصير لونه غامق او انه يصفر، لا بس اهم شيء ان الكزبرة تطلع ريحتها. اول ما حطيت سكرتها، شفتوا ما شاء الله تبارك الله، يمكن 10 دقايق. أنا غطيتها بس شوي عشان ريحة الثوم، وبعدين فتحت الغطاء. ولا تحاولون أنكم تغطونها، بس شوي كذا ملوخية علشان لونها ما يتغير. شوفوا الخضار وهي مستوية ما شاء الله، شوفوا اللون. الحين بسوي رز أبيض. حطيت الفلفل وحطيت 3 حبات هيل، وحطيت ملعقة مو مليانة زبدة وملح بس. الحين بخليه يطبخ لين قبل ما ينشف بشوي أقصر عليه. وهذا الرز الأبيض وهذه الملوخية. أحب الملوخية بالرز الأبيض أكثر من الخبز. وانتوا وش تحبون؟ تحبون بالخبز ولا بالرز؟ يا ريحة الملوخية خدتها من جنان القصيم ملقطة كذا ورق جاهزة، تصير بكيس كبير مرة، يكفي عائلة كاملة الكيس الكبير. واللحم